السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتور محمد من صيدلية البنداري. الكحة الحقني يا دكتور، الحقني انا الكحة هتموتني. لازم نفهم يا جماعة يعني ايه كحة. لازم ايه اسبابها، انواعها ايه، علاجها ايه، عشان اعرف اتعامل معاها. وخصوصا احنا داخلين على فصل الشتاء، والكحة هتكون موجودة تقريبا عند معظم الناس، فبالتالي لازم تشخص الكحة بتاعت حضرتك كويس جدا، ولازم تفهم يعني ايه كحة عشان تعرف تعالجها. تمام؟ طب ايه يا جماعة الكحة دي؟ الكحة هي رد فعل الجسم لوجود شيء غريب داخل في القفص الصدري، فبيلحق الجسم رد فعل طبيعي بينطر الحاجة اللي دخلت اللي هي الغريبة دي في صورة كحة. يعني الكحة هي عرض لسبب، في سبب عندي أساسه حاجة هي سببت لي الكحة. تمام؟ لحد كده حلوين. يبقى بالتالي لازم نبقى فاهمين إن الكحة دي رد فعل الجسم على وجود حاجة غريبة دخلت جوه جسمي. حلو؟ تمام. قبل ما نتكلم عن أنواع الكحة، لازم نفهم 5 نقاط أو 4 نقاط مهمين. اول حاجه، لازم العمر بتاع حضرتك قد ايه، تحدد العمر. لازم تعرف اذا كان في كحه ناشفه ولا ببلغم، دي مهم جدا جدا جدا. لازم نعرف برضو بقالك قد ايه بتكح، لسه النهارده امبارح لسه طالع من دور برد، ولا بقالك اسبوع، ولا انت مدخن، ولا لازم تعرف طبعا عشان نحدد السبب ايه. بتاخد ادويه ضغط معينه، لان في بعض الادويه ممكن تسبب لي الكحه الناشفه، زي حاجه اسمها الاي سي اي انهبيتورز. دي بعض انواع الادويه موجوده في الصيدليات، دي بتسبب لي كحه ناشفه. وبالتالي لما انا اعرف الادويه الضغط اللي انا باخدها، يبقى احط ايدي عليها عشان اعرف هل دي بتسبب لي ضغط ولا لا. دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. هل في عندي أي أمراض تانية معاها، في ألم في الصدر، في تزييق، في أي حاجة تانية مع الكحة؟ لازم اعرف الاعراض الاخرى اللي موجوده مع الكحه دي بالترتيب. انت لازم تعرف الحاجات دي، عمرك كل التفاصيل دي كلها لازم تبقى عارفها عشان نعرف هنمشي في اي اتجاه في انواع العلاج. عشان واحده واحده احنا هنفهم الكحه الناشفه دي ايه، الكحه اللي ببلغم دي ايه. طب اعالجها ازاي يا دكتور؟ طب لو انا باخد يا دكتور ادويه ضغط، طب ايه اللي ممكن يحصل؟ واحده واحده التفاصيل دي كلها احنا لازم نفهمها ونعرفها. انواع الكحه، اول نوع عندي الكحه الناشفه. الكحه بتطلع من صدر محجره، بحس ان بعدها ان في حرقان في صدري هيموتني. كحه ناشفه جدا، ما فيهاش بلغم نهائي، ما فيهاش بلغم نهائي. لازم نتفق على حاجه، لو في بلغم طلع من صدرك يبقى الكحه مش ناشفه، الكحه بلغم. طالما في بلغم طلع، ما ينفعش ان هي تبقى ناشفه وتطلع بلغم، لا هي بلغم يبقى كحه ببلغم، مش كحه ناشفه. دي نقطه مهمه جدا. يبقى في تزييق في صدري، في ناس بيبقى عندهم كحه صعبه جدا زي الكحه شبه الديك، بيسموها السعال الديكي. دي بسرعه اول لما تسمعها بتروح على طول على طول على دكتور، على طول دكتور صدر. مفيش اي في ثانيه ما تفكرش في اي حاجه، تجري على طول على دكتور، لان هي المشاكل مش كحه، ده عرض لسبب كبير جواك. ما ينفعش ان احنا نعالجه داخل الصيدليه خالص، او انت تاخده حتى ادويه في البيت، ما ينفعش خالص. دي حاجه. ناس بيبقى في عندهم ازمه صدر، بيبقى معاهم دايما الكحه موجوده. اه يا جماعه، ممكن يسبب لي كحه، الازمه اساسي بتعمل كحه اصلا. فهو انا لازم برضه ابقى عارف هل انا عندي ازمه ولا لا، دي مهمه جدا. يبقى بالتالي الكحه الناشفه دي بتبقى كحه محجره، بحس ان صدري بيتخلخل من مكانه وانا بكح. مفيش بلغم بيطلع نهائي. بعض الادويه ممكن تسبب لي الكحه الناشفه، زي ادويه الضغط، احنا زي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي مجموعه الاي سي اي انهبيتورز. دي نقطه مهمه جدا جدا في الكحه الناشفه، ولازم ناخد بالنا منها كويس قوي. نعالج الكحه الناشفه ازاي؟ اول حاجه يا جماعه، وديت هتبقى ثابته في الكحه الناشفه والكحه ببلغم في العلاج، ايه هي؟ ان انا اشرب اعشاب كتير جدا جدا جدا، على قد ما اقدر 3 4 كوبايات ينسون في اليوم. اي اعشاب قدامك دوس فيها، مفيش اي مشكله خالص. تاني حاجه، ادويه شرب. هناخد يا جماعه في ادويه الشرب عنده نوعين من ادويه الشرب. في اعشاب ادويه شرب، اعشاب ديت اللي هي بنسميها اعشاب الاي في اي في واي.
ديت يا جماعه مخصصه اكتر للكحه الناشفه زي ايفي برونت، افروسبان، برونشيكم. دي كلها تنفع. جوافه برضو تنفع. دي كده ادويه الايه؟ الاعشاب. طيب الادويه بقى يا جماعه اللي هي الكيميائيه اللي ملهاش علاقه بالاعشاب اصلا، ايه؟ نقطه مهمه قوي. زي احنا عندنا مثلا اقراص زي السيلجون اقراص، عندنا شراب زي توسيفان شراب، وغيره وغيره وغيره. عندي الموتوسيل شراب، عندي الكوديلار شراب. دي كلها برضو ايه؟ ادويه كيميائيه ملهاش علاقه بالاعشاب، تستعمل للكحه الناشفه. بالتالي انا كده عالجت الكحه الناشفه كويس جدا. تمام. دي يا جماعه الكحه الايه؟ الناشفه. يبقى احنا خدنا اسبابها وخدنا ايه؟ علاجها. نخش على الكحه اللي ببلغم، اللي تقريبا بتيجي لناس كتير جدا جدا، الكحه البلغم بالاخص. هنقسم يا جماعه الكحه ببلغم عشان برضو نكون عارفين. في البدايه اصلا الكحه ببلغم انا بيبقى في حاجه في صدري عايز اطلعها. لما باجي انا لا مؤاخذه اتفها او ما اجي اكح ويطلع بلغم، انا هنا وانا بطلع البلغم لازم الاحظ حاجه مهمه جدا 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 جدا. ايه هي؟ ان لون البلغم اللي طالع مهم جدا، لان نوع البلغم اللي طالع هيحدد معايا انا هاخد مضاد حيوي ولا لا. شفت؟ مهم جدا جدا جدا. طيب ازاي يا دكتور؟ لو طالع لي البلغم بتاعي ابيض عادي ما فيهوش اي مشكله، هاخد حاجه مذيبه او طارده للبلغم عادي جدا جدا. طيب لو لون البلغم بتاعي اخضر او اصفر غامق، هنا كده بدا يخش في بكتيريا، بالتالي لازم اخد مضاد حيوي معاه مع الكح، مع ادويه الكح. طيب لو في حراره عاليه جدا وسخونيه شديده ولون البلغم متغير وكل الكلام ده، لازم كورس مضاد حيوي كامل كامل بدون اي فلسفه. يبقى بالتالي لو في اي لون غير اللون الابيض العادي بتاع البلغم هاخد مضاد حيوي، وده مهم جدا 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 في علاج الكحه اللي ببلغم. تمام. احنا كده عرفنا يعني ايه كحه ببلغم. طب اعالج يا دكتور الكحه ببلغم ازاي؟ مهم جدا جدا. يلا بينا نشوف. خلينا متفقين على حاجه، الكحه اللي ببلغم يا اما هندوب البلغم، هندوبه وينزل في البراز او نستفرغه او نتفه، يا اما نطرده. دي برضو بتبقى ايه؟ معظمها بتطلع من ناحيه الصدر فبيطلع من ناحيه البق، فبكح كتير عشان يطرده. وفي كلتا الحالتين قلنا ايه؟ هنشرب سوائل دافيه كتير عشان برضو نكون دي اساس نكون متفقين عليه. تمام. طيب يلا نشتغل بقى اذا كنا هندوب البلغم ازاي. مهم جدا جدا جدا. هندوب البلغم يا جماعه بماده اسمها الامبروكسول. دي يا جماعه موجوده في الميوكو اس ار، وفيها وبرده شراب ميوكو موجوده في الميوكو تك، ممكن برده يبقى فيها في برده شراب ميوكو تك، ممكن البايسولفون في منه برده شراب وفي منه قراص، اللي يريحك تمشي فيه. ميوكوسول، في انواع كتير من ان انا ادوب البلغم. الاسيتايل سيستين الفوار، لو انا عايز اخد فوار في اسيتايل سيستين فوار. في زي الميوكو بريف. الاسيتايل سيستين تركيز 200 و600، ال 200 هيبقى مرتين في اليوم، الاسيتايل سيستين 600 هيكون مره واحده في اليوم. دي كلها حاجات لازم تبقى انت عارفها، وما تيجي تختار العلاج لازم تبقى فاهم ان انت اي نوع من الحاجات ديت هيستجيب مع حضرتك. وبالنسبه للاطفال احنا ممكن نستعمل ايه؟ الامبروكسول نقط. طب لو انا يا دكتور عايز اطرد البلغم ده ازاي؟ سهل جدا يا جماعه. اطرد البلغم عن طريق شراب برونكوفين، مهم جدا وجميل جدا جدا جدا. انا ما بستعمله بيعمل شغل عالي جدا يعني. تمام. لازم ناخد بالنا كويس جدا بقى يا جماعه. انا في الشتاء اخد بالي من شرب السوائل كتير جدا، سوائل دافيه كتير، اشرب ميه كتير جدا. احنا يا جماعه مشكلتنا الكبيره في الشتاء ان احنا ما بنشربش ميه كتير، نشرب ميه كتير جدا. الناس المدخنين بلاش تدخين كتير. نقلل على قد ما نقدر. انا عارف مش هقول لكم انكم انتوا تبطلوها لحد ما ربنا يكرم والكل يبطلها، بس انا بتكلم في ان ايه؟ ان التدخين هيبقى عامل اساسي جدا 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 في وجود الكحه معاك في الشتاء. تمام. بس يا جماعه واحنا هنا لحد هنا كده نكون خلصنا الحلقه، وشكرا جدا جدا لحضراتكم. وصيدليه البنداري باذن الله دايما في كل بيت، واحنا تحت امركم في اي وقت. وحضرتك لو عندك اي كومنت او عندك اي حاجه ممكن
توضحوا لي، وانا تحت امر حضراتكم في اي وقت. معاكم دكتور محمد من صيدليه البنداري. السلام عليكم.